تخيل معي، في بنت عمرها 19 سنة اسمها آلي، تشتغل بشغل صيفي في مسبح الحارة، تنظف وترتب وتراقب الناس. بيوم من الأيام وهي تخلص دوامها وتوضب أغراضها، يطلع لها واحد اسمه بنجامين. بنجامين معروف بين الناس إنه غريب ومريب ويشتغل بصيانة المسابح، بس شكله يدور رزق إضافي. شاف آلي وقرر يطب عليها يسولف، حاول يبين نفسه لطيف، بس آلي ما كانت مهتمة أبد. قالت له بكل احترام إنها مو فاضية، بس هو ما قدر يستوعب الرفض. مد يده يلمسها وهي بسرعة سحبت نفسها عنه. هنا طار عقله، بكل وقاحة ضربها لكمة ورا لكمة، وبعدين خنقها لين فقدت الوعي. وبعد ما طاحت حاول يعتدي عليها، لكن لحسن الحظ ما كمل. غطاها بقطعة قماش وطلع من المكان كأنه ما صار شيء. وهو طالع شافته حرمة، لوح لها بيده وراح. بعد شوي جاء أخوها عشان يقابلها بعد الدوام. يدور آلي ما لقاها، حس إن في شيء غلط، على طول دق على أبوهم وقال له تعال. ما لقيت آلي. جاء الأب بسرعة وبدأوا يدورون لين دخلوا غرفة الصيانة. هناك تحت القماش لقوا آلي، كانت ضربت ضرب شنيع لكنها لا زالت عايشة. نقلوها بسرعة للمستشفى، بس للأسف ما قدرت تصمد وتوفت. العائلة انهارت والأب دخل في صدمة ما بعدها صدمة. الشرطة بدأت تتحقق، تدور مين المجرم، ما في أي خيوط واضحة. أهلي ما لها أعداء وكل الدلائل تقول إن اللي اعتدى عليها كان غريب عنها. لكن في شي واحد، الحرمة اللي شافت بنجامين طالع وقدرت توصف شكله. الشرطة سوت رسم تقريبي لوجهه ووزعوه على الناس. مرت أيام وشهور ولا أحد قدر يتعرف عليه، إلا إن الأب رفض يستسلم. قرر يسوي شيء ما قد سواه أحد من قبل. بدأ يتكلم مع الإعلام، طلب من برنامج America's Most Wanted إنهم يعرضون قصة آلي مرة تانية. عرضوا القصة ورفع الأب جائزة 25,000 دولار لأي أحد يدلهم على المجرم، والمدينة زادت المبلغ وصار 50,000 دولار. بس حتى كذا ما صار شيء، لين جاء يوم وهو يسوق بالطريق شاف لوحة إعلانات فاضية وطلع عنده فكرة عبقرية. ليه ما نحط صورة المجرم مو صورة آلي؟ نبغى الناس يتعرفون عليه. تواصل مع شركة اسمها لامار وقال لهم السالفة. الشركة تأثرت بالقصة وتبرعت له ب3 لوحات إعلانية مجاناً. حطوا صورة المجرم ووصف سيارته على طرق رئيسية، ويمر تحتها يومياً 150 ألف شخص. بعدها بدأوا البلاغات تنهال، لكن ما كان فيه شيء مؤكد. إلا بعد سنة كاملة دق واحد على الخط الساخن وقال أنا أعرف ده الرجال، اسمه تيد هوفر. الشرطة حققت ولقوا إن اسمه الحقيقي بنجامين، وجالس في ولاية تانية متخفي باسم وهمي. جابوه وحققوا معه، بس ما كان عندهم دليل قوي، فقرروا يخدعونه. قالوا له عندنا أدلة كتير، ووروه صور آلي بكل مكان وملفات ثقيلة كأنهم رابطينه بالجريمة. بنجامين خاف وانهار واعترف بكل شيء. قال إنه كان يبي آلي، ولما رفضته ضربها وقتلها. انقبض عليه وانحكم عليه بالسجن المؤبد، وانتهت قصة واحد من أوقح المجرمين اللي حاول يهرب من العدالة. بس أب بسيط ما رضي يستسلم، كان السبب في إنه ينصاد. والأب نال ميدالية من أوباما سنة 2012 وتكريم كبير من شركة اللوحات بعد وفاته سنة 2022. فعلاً بطل. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك وتعطينا لايك عشان توصلك قصص أكثر تشويقاً ورعب.